مرحبا بكم في قناتكم دابا سبورتس. سيد بيتكوفيتش، ما الذي صنع الفارق بالنسبة لكم اليوم؟ وما العامل الحاسم في المباراة؟ كما أنكم على ما أعتقد لم تحققوا أي فوز على مراد ياكين حتى الآن، فما الذي يجعل مواجهته كمدرب صعبة إلى هذا الحد؟ أعتقد أن اللحظة الحاسمة كانت تسجيل الهدف الثاني، ففي الشوط الأول قدمنا أداء جيدا وصنعنا العديد من الفرص، لكن للأسف استقبلنا الهدف الأول بعد نحو 12 دقيقة، وهو هدف كان بالإمكان تفاديه. ويجب أن أقول تهانينا لسويسرا، لقد أظهرت أنها منتخب قوي ومنظم وقدم مباراة جيدة. أما نحن فقد لعبنا بشكل جيد أيضا، لكن ربما ظهر علينا شيء من التردد في الشوط الأول، وبعد الهدف الثاني أصبحت المباراة مختلفة تماما. ولا أعتقد أن أداءنا كان أسوأ بكثير مما قدمناه في الشوط الأول، لكن مراد ياكين يملك منتخبا جيدا وعد بصورة ممتازة، ولذلك أهنئه على هذا الفوز وأتمنى له كل التوفيق. سيدي المدرب، هل تعتقدون أن الدفاع كان نقطة الضعف الأساسية للمنتخب الجزائري في هذه النسخة من كأس العالم بعدما استقبل 9 أهداف منها هدفان اليوم؟ وهل يمكن القول أن الخط الخلفي كان الحلقة الأضعف في المنتخب خلال هذه البطولة؟ لا أستطيع أن أقول إن المشكلة كانت في خط الدفاع بحد ذاته، وإنما في السلوك الدفاعي الجماعي للفريق. لقد دفعنا ثمن ذلك غاليا، إذ كنا نتلقى هدفا تقريبا مع كل خطأ أولا نرتكبه، واليوم وحتى تسجيل الهدف الثاني لم يصنع المنافس سوى 3 فرص سجل منها هدفين، بينما صنعنا نحن فرصا أكثر. للأسف هذا هو واقع كرة القدم، فقد كنا أقوياء دفاعيا قبل انطلاق كأس العالم ولم نستقبل الكثير من الأهداف، لكن في هذه البطولة يختلف المستوى تماما، فهو أعلى بكثير، ويجب علينا أن ننظم أنفسنا بشكل أفضل ونتأقلم مع هذا المستوى الرفيع. مساء الخير سيدي المدرب، ما هو تقييمكم لمشاركة المنتخب في كأس العالم 2026؟ وهل تعتبرونها مشاركة ناجحة رغم الخروج من دور 38؟ إن التأهل إلى بطولة بهذا الحجم بعد غياب دام 12 عاما يعد في حد ذاته نجاحا كبيرا، كما أن تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخ المنتخب يعتبر إنجازا ممتازا. كنا نطمح إلى الذهاب أبعد من ذلك، لكن إذا تحدثنا بواقعية فلم نكن قادرين على تحقيق أكثر مما حققناه، ولذلك علينا أن نرضى بهذه النتيجة. علينا أن نتعلم من نقاط ضعفنا، لكن في المقابل كانت لدينا أيضا الكثير من الجوانب الإيجابية، وقدمنا فترات لعب جيدة جدا. ففي أول 15 دقيقة من مباراة اليوم ظهرنا بمستوى دولي عال، لكن لسوء الحظ لم نسجل بل استقبلنا هدفا. علينا أن نحتفظ بالإيجابيات وأن ننظر إلى الكأس على أنها نصف ممتلئة، وأن نمنح أنفسنا بعض الوقت، فكل شيء يأتي في وقته المناسب، وبعد ذلك سنواصل العمل من أجل التطور أكثر وأن نصبح أكثر قدرة على المنافسة. فيصل قانت، الإذاعة الدولية الجزائرية. سيدي المدرب، هل يمكن القول إنكم أخطأتم اليوم عندما قررتم عدم إشراك مهاجم صريح منذ البداية في هذه المباراة؟ وهل كان ذلك بسبب التخوف من المنتخب السويسري باعتباره منتخبا أقوى منكم، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ لا أعتقد أننا دخلنا المباراة بشكل سيء، كما لا أعتقد أننا افتقرنا إلى الفرص. اليوم كان لدي مهاجم صريح واحد فقط جاهز للمشاركة، وفضلت الحفاظ عليه حتى أتمكن من الاستفادة منه لاحقا إذا احتجنا إلى تغيير مجرى المباراة. وأعتقد أننا قدمنا شوطا أول ممتازا، ولذلك لا أرى أن هذه النقطة كانت سبب ضعف الفريق. وإذا كنتم تريدون مني الاعتراف بوجود خطأ فأنا أتحمل المسؤولية كاملة كما أفعل دائما. مرحبا، بن فيشر من صحيفة ذا جارديان. سؤالي باللغة الإنجليزية من فضلك. أنتم تعرفون المنتخب السويسري جيدا بحكم أنه منتخب سبق لكم العمل معه. إلى أي مدى تعتقدون أنه قادر على الذهاب في هذه البطولة؟ وما مدى قوته؟ لقد ذكرتم أنه منتخب منظم للغاية، فما تقييمكم له؟ في البطولات من هذا النوع لا تكفي الجودة وحدها، بل تحتاج أيضا إلى شيء من الحظ وأن تكون في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. المنتخب السويسري يمتلك جودة كبيرة، وأعتقد أن تجاوز الدور المقبل سيكون أكثر صعوبة، لكن إذا أراد أن يخطو تلك الخطوة الكبيرة إلى الأمام فأرى أن سويسرا تملك القدرة على منافسة جميع المنتخبات. سيد بيتكوفيتش،
غادرت الجزائر اليوم كأس العالم بعد أداء اعتبره كثيرون متباينا. لقد تأهلنا من دور المجموعات بفضل قاعدة أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، ثم واجهنا منتخبا سويسريا كان ينظر إليه على أنه منتخب متوسط المستوى، خاصة أننا كنا نرغب في تجنب مواجهة إسبانيا. فهل تعتبرون أن مشاركة المنتخب الوطني في هذه النسخة من كأس العالم تعد إخفاقا رياضيا؟ أتفق معكم في أننا لم نحقق النتيجة التي كان يحلم بها كثيرون طوال 12 عاما الماضية، ومع ذلك أعتقد أننا قدمنا مشوارا جيدا، وأنا سعيد جدا بما قدمه الفريق، وقد هنأت لاعبي على ما أنجزوه خلال هذه البطولة. هيثم الداني، الإذاعة الجزائرية، القناة الأولى. مساء الخير سيدي المدرب. قبل المباراة وخلال المؤتمر الصحفي بدا واضحا أنكم كنتم واثقين جدا من قدرة المنتخب الوطني بحكم معرفتكم الجيدة بالمنتخب السويسري الذي سبق لكم تدريبه، وقلتم إن المنتخب الجزائري كان يتطور من مباراة إلى أخرى، وإنكم نجحتم في تصحيح الأخطاء، وأن الفريق سيظهر بصورة أفضل أمام سويسرا. لكننا شاهدنا اليوم تكرار الأخطاء نفسها. لماذا؟ سيدي المدرب، أنا أعرف المنتخب الفرنسي جيدا أيضا، وللأسف لم نواجهه في هذه البطولة. أعتقد أن المنافس نفسه يلعب دورا مهما، والمنتخب السويسري يمتلك في الوقت الحالي إمكانات وجودة أعلى مما نملكه نحن، ويجب أن نتقبل هذه الحقيقة. لقد صمدنا أمامه لمدة ساعة كاملة، وحاولنا بكل ما نملك، لكن للأسف لم ننجح في تقديم أكثر مما قدمناه. مساء الخير سيدي المدرب. هذا الإقصاء يذكرنا بالإقصاء السابق أمام نيجيريا، وقد صرح مدرب المنتخب السويسري قبل حضوركم إلى هذه الندوة بأنه تفاجأ بعدم اعتمادكم على مهاجم صريح منذ بداية المباراة. كما لاحظنا أيضا، وأعود إلى السؤال الذي طرحه زميلي من القناة الأولى، أن المنتخب ارتكب الأخطاء الدفاعية نفسها من جديد، فما زلنا نعاني من غياب الاستقرار في الخط الخلفي، ونتلقى الأهداف في أسوأ الأوقات. ورغم ذلك فقد قدم المنتخب بداية ممتازة، وسيطر على أول 15 دقيقة من اللقاء، وهو ما اعترف به حتى مدرب المنتخب السويسري. إذن ما المشكلة الحقيقية في هذا المنتخب؟ لا توجد مشكلة خفية، ببساطة لأن المنافس كان أفضل منا، وقد كان الأمر نفسه في المباراة أمام نيجيريا، فقد واجهنا منتخبا يملك مستوى عاليا وإمكانات كبيرة، وأثبت أمامنا أنه في هذه المرحلة أفضل منا وأكثر جاهزية وأقوى من منتخبنا. مساء الخير سيدي المدرب. قبل انطلاق كأس العالم قدم المنتخب الجزائري عروضا مميزة للغاية، خاصة في المباراتين أمام هولندا والأوروغواي، لكن خلال هذه البطولة لم نشاهد المستوى نفسه. برأيكم ما السبب؟ هل يعود ذلك إلى نقص الثقة بالنفس أم إلى قلة الخبرة؟ لأنها بطولة مختلفة تماما وعلى مستوى أعلى بكثير. لقد خاض الفريق منافسة من أعلى مستوى في أهم بطولة كروية في العالم، وهي كأس العالم. أما المباريات السابقة فكانت مباريات ودية، ورغم أننا قدمنا فيها أداء جيدا، فإن الأمور تختلف تماما عندما يتعلق الأمر ببطولة رسمية بهذا الحجم. ومع ذلك لا أتفق مع الرأي القائل إننا لم نقدم مستوى جيدا، لأنني أرى أننا حققنا نتائج جيدة وبلغنا أهدافا كنا نحلم بتحقيقها قبل عامين، وقد نجحنا بالفعل في الوصول إليها. بنديكت كولر، صحيفة نوي هات سورخرت سايتونغ السويسرية. مساء الخير سيد بيتكوفيتش. قال مراد ياكن إن المباريات التي تجمعكما تتسم دائما بطابع تكتيكي، وأضاف أنه فوجئ بالتشكيلة التي بدأتم بها المباراة، خصوصا بعدم إشراك مهاجم صريح منذ البداية. ومن جانبكم، هل فوجئتم أيضا بالتعديل التكتيكي الذي أجراه مراد ياكين بعد الهدف الأول، إذ بدا أنه أغلق منطقة الوسط بشكل أفضل، مما منع منتخبكم من بناء اللعب وتقديم كرة القدم السريعة التي بدأ بها المباراة؟ عذرا، ما هو التغيير الذي تقصدونه؟ أقصد أنه قال إنه أجرى تعديلا في وسط الملعب، وهو ما جعل منتخبكم غير قادر على بناء الهجمات أو مواصلة اللعب السريع كما فعل في الدقائق الأولى. أنا لم ألاحظ ذلك، لأننا في الشوط الأول فرضنا سيطرتنا إلى حد كبير، وكنا الأقرب إلى التسجيل مقارنة بالمنتخب السويسري، لكن الفارق الحقيقي كان في جودة المنتخب السويسري، سواء على مستوى الإمكانات الفردية للاعبين أو الخبرة التي يمتلكها، وهي أمور
نفتقدها في الوقت الحالي، وليس من قبيل الصدفة أن تتأهل سويسرا باستمرار إلى البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو بطولة أوروبا، كما أنها تنافس بانتظام في دوري الأمم الأوروبية. أما نحن فقد اضطررنا إلى الانتظار 12 عاما حتى نعود إلى كأس العالم، كما أن المنتخب في آخر مشاركتين كبيرتين بما في ذلك كأس إفريقيا لم يتمكن حتى من تجاوز دور المجموعات. أما نحن فقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف، وفي الوقت الراهن أثبت المنتخب السويسري أنه يملك جودة كبيرة، وأنا مقتنع بأنه سيكون المرشح الأوفر حظا أيضا في مباراته المقبلة. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.